السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض اسرع فطاير ممكن تعملوها بدون بقى عجن، وده كمان غير انها اقتصادية جدا بدون لبن وبدون بيض، وهتبقى سهلة معاكي قوي. وخصوصا لو انت اول مرة تعملي معجنات او بتفشل منك، ان شاء الله دي هتنجح معاكي من اول مرة. وخصوصا ان ليها تكنيك كده بسيط قوي هيخلي العجينة معاكي بصوا عاملة قطنية خالص. بصوا شكلها ما شاء الله، بجد هي حاجة كده قطن. هنقطع واحدة وشوفيها من جوه. بصوا جميل. اهم حاجة وانا شغالة في حاجات صغيرة هقولك عليها هتطلعها لك بالشكل اللي انت شايفاه ده، بس لو اول مرة بقى تشوفيني ما تنسينيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. نبتدي ونقول بسم الله. طب انا مقاديري عبارة عن ايه؟ انا معايا ده عبارة عن نص كيلو دقيق او 4 كوبايات من الدقيق، طبعا بيبقى منخول وعليها ذرة من الملح. معايا باكو من الخميرة الفورية، ده الباكو ده بيبقى 11 جرام. وهاخد معلقة كبيرة من السكر، تلت كوباية زيت، وكوباية ونص من المية الدافية، ما تبقاش سخنة قوي عشان ما تموتلكيش الخميرة، وفي نفس الوقت ما تبقاش ساقعة. تمام؟ هو الجو حر دلوقتي وممكن تبقى من الحنفية عادي، مفيش مشكلة. هعمل ايه؟ انا هحط كده باكو الخميرة الفورية بتاعتي كده على المية، واحط معلقة كبيرة من السكر بالشكل ده، وهقلبها وهسيبها شويه لحد بس اتاكد ان الخميره بتاعتي شغاله كويسه بالشكل ده. الخطوه دي بتبقى مهمه بحيث ان العجينه بتاعتك ما تبصي لو الخميره بتاعتك طلعت مش مظبوطه. بالشكل ده هقلبها كده كويس وهسيبها، اغطيها بستريتش او باي فوطه او حاجه، وهسيبها لحد ما اتاكد ان هي شغاله شويه، ونرجع نشوف هنعمل ايه تاني. خلاص كده انا اتاكدت ان الخميره بتاعتي شغاله وحلوه وزي الفل. اتاكدت ازاي؟ بصي البابلز اللي بتبقى فوق دي، مجرد ان هي تعمل معاكي كده اتاكدتي خلاص ان هي كويسه. نبدا بقى ننزل بقيه مقاديرنا، عباره عن تلت كوبايه الزيت بالشكل ده كده. والخطوه بقى اللي جايه دي المهمه، هنعمل ايه؟ انا مش هنزل بكميه الدقيق نص زي ما بننزلها او شويه لا، انا هنزل بمعلقه معلقه او 3 4 معالق كده بالشكل ده. بصوا 3 4 معالق كده، وهبدا اقلب الكلام ده كده بالشكل ده. اهم حاجه في المرحله اللي انا شغاله فيها دلوقتي التقليب. انا عايزه احط 3 4 معالق واقلب لحد ما تختفي معايا الدقيق ده خالص. معلش بصوا، هو التكنيك بتاع الفطيره دي مختلف شويه عن اي فطاير تاني يعني عملناها قبل كده، بس سهله وحلوه وما بتبقاش محتاجه عجن كتير، والنتيجه بتاعتها بتبقى في منتهى الجمال كده. وابدا انزل معلقتين 3 تاني كده، تبداي تربي العجين معاكي بالشكل ده. عامة انا مش هتكلم دلوقتي، وهحاول ان انا اكمل بقيه الفيديو معاكي واجريه شويه، يعني اخليه يجي معاكي بحيث تشوفي الخطوات وتبقي معايا خطوه بخطوه. بصوا العجينه معايا بقت عامله تقريبا زي عجينه الزلابيه او اتقل منها بشويه بالشكل ده. هنفضل نربي برضو فيها، بصوا بالشكل ده كده. طب انا بعمل ليه كده؟ عشان انا عايزه اربي فيها عبء عشان تبقى معاكي هشه، يعني لما تيجي تستوي معاكي تبقى هشه وطريه وما تفرولش منك لما تيجي تقعد بالشكل ده. هبدا برضو ايه، انزل بالدقيق بتاعي بالشكل ده. العجينه بتاعتي دي لازم تكون طريه، يعني مش من النوع اللي هو هيبقى يابس، بالعكس هتبقى طريه وعايزاها تبقى تلزق في الايد بالشكل ده. انا هفضل انزل بيها كده بالدقيق شويه شويه لحد ما احس العجينه محتاجه ان خلاص تتعمل بالايد بالشكل ده. خلاص كده بصوا، انا العجينه بتاعتي ممتازه. انا عايزاها بصوا بالشكل ده بالظبط، عايزاها بتلزق. انا حطيت لها بس شويه زيت في الطبق وشويه فوق الوش عشان اقدر اتحكم فيها وان انا اسيبها، لكن غير كده لا، ما تخليهاش يابسه معاكي خالص، بالعكس انا عايزاها بتلزق معاكي قوي، يعني ما تقلقيش من حكايه التلزيق ده. طب انا هعمل ايه؟ انا مجرد ان انا دهنتها كده بالزيت، هبدا اغطيها بستريتش راب او اي فوطه عندك،
وسيبيها لحد ما تبدا تخمر. طب انت هتعرفي ان هي خمرت ازاي؟ مجرد انت هتلاقي حجمها اتضاعف، يعني هي واخده مثلا نص البوله هتلاقيها مدتها. هسيبها واول ما تخمر ان شاء الله نيجي نقرصها مع بعض. خلاص كده بصوا انا الفطاير بتاعتي خمرت وبقت عامله ازاي، وبص حجمها ما شاء الله زادت وبقت زي الفل. طب انا هعمل ايه؟ انا بقى دلوقتي هحضر الحشوه بتاعتي. طبعا الحشوه دي بتاعتك اللي يعجبك احشي بيها. انا معايا دي عباره عن جبنه بيضه، لان احنا بنحب الفطاير بتاعتنا فيها ملوحه شويه، بحط جبنه بيضه على جبنه فيتا واحط عليها فلفل الوان. عندي احمر واخضر فهحطهم، الموجود عندك حطيه. كفايه كده الكميه دي حلوه، وهسيب حبه عشان الوش بالشكل ده كده. وده عباره عن ميكس جبن تركي وشيدر وموزاريلا، هنزل بيهم برده كده. طبعا لو في حاجه مش موجوده عندك بلاش، عايزه تحطي لحوم فراخ لانشون اي حاجه عايزه تحطيها براحتك بالشكل ده كده. يبقى الحشوه بتاعتي جاهزه. لو عندك زيتون حطي، انا بحب احط الزيتون بس انا النهارده ما كانش موجود فقلت خلاص مش مشكله يعني. بس كده يبقى ده كده الحشوه بتاعتي بقت جاهزه. هعمل ايه؟ انا هجيب بقى الفطاير بتاعتي. اهم حاجه دلوقتي المكان اللي انت هتشتغلي فيه لازم تدهنيه بالزيت. انا عندي ده مفرش سيليكون بس برضه هدهنه بالزيت لان العجينه بتاعتي بتلزق جدا. تمام؟ فهتعذبك ومش هتعرفي تشتغلي. فانا هحط كده جزء من الزيت، بلاش دقيق خالص، انا ما بستعملش زيت خالص في المخبوزات. وهبدا اكور، وايدي برضه طبعا مطرحه كده زيت، وهبدا اعمل كور بالشكل ده كده واسيبها جنبي بالشكل ده اهو، بالشكل ده كده. تمام؟ هعمل ايه؟ انا هجيب اول واحده انا كورتها وهبدا افردها بالشكل ده. طبعا السطح بتاعي زي ما قلت لك فيه زيت، لان انت لو حطيتي الزيت هيغلبك جدا وهيلزق في ايدك ومش هيشتغل معاكي كويس بالشكل ده كده. وابدا افرده. عايزه بالنشابه، هي مش محتاجه نشابه، بصي هي بتتفرد معايا بمنتهى السهوله كده. تمام؟ وهبدا اجيب معلقه من الحشوه بتاعتي بالشكل ده كده، وهبدا اقفلها كده. وعندي بقى الصاجه بتاعتي هجيبها كده بسم الله. طبعا انا الصاجه بتاعتي ما بدهنهاش اي حاجه. تمام؟ وهبدا احط الفطيره بتاعتي، مش هاجي جنبيها، هاخد واحده تانية وهبدا برضو ايه افردها كده حلو قوي كده. وهاخد برضو معلقه من الجبنه بالشكل ده وهبدا اقفلها اهي. طبعا اتاكدي ان انت قفلتيها كويس عشان الجبنه ما تطلعش منك وانت شغاله. انا هكمل بقيه الكميه بالشكل ده وهنيجي نشوف هنعمل ايه تاني. خلاص كده انا الفطاير بتاعتي كورتها كلها بالشكل ده. تمام؟ هعمل ايه؟ انا هبدا بس افردها كده بشويش خالص بالشكل ده. كل فطيره والتانيه بحاول اسيب مكان علشان طبعا حجمها هيزيد برضه. هعمل ايه؟ انا بشوكه كده هديها خرمين بس كده بالشكل ده كده. تمام؟ طيب هعمل ايه تاني؟ انا معايا دي عباره عن صفاره بيضه وحطيت عليها شويه بسيطه خالص من الخل بالشكل ده اهو، وهديها تقليب. عايز تحطي عليها معلقه لبن تمام كده. وهبدا ادهن الفطاير بتاعتي بسم الله. طبعا بالراحه خالص وانت بتدهنيها كده. خلاص كده دهنت الفطاير بتاعتي كلها. طبعا حجم الفطيره دي بتاعتك، انا عملتها 8 وحدات، حابه تصغريها عن كده، حابه ان هي تبقى حجمها صغير براحتك، حابه تزوديها تبقى حاجه كبيره خالص براحتك برضو. انا الحجم ده حاسه ان هو وسط فحلو. انا معايا كده ده عباره عن جبنه موزاريلا
هحط لها حبه فوق الوش، وممكن تستغني عن الخطوه دي خالص مفيش اي مشكله. كده حطوا كده على كل فطرايه حبه. تمام. واحط شويه من الفلفل، حبه فلفل احمر على شويه اخضر، على اللي موجود بقى عندك حطيه، مش عايزه برضو تحطي براحتك خالص اهو بالشكل ده. طب هعمل ايه؟ انا هكمل بقى كل كميه هحط لها فوق الوش كده، وهبدا احطها في الفرن. طب انا هحطها في الفرن، طريقه التسويه بتاعتها بسيطه قوي، ما فيهاش اي حاجه. هتحطيها في الرف الوسطاني على درجه حراره 250 260. انا مش عايزه درجه حراره متوسطه خالص. هحطها لحد ما تاخد لون. لو حسيتي ان هي اخدت لون تحت ولسه من فوق لسه نيه ما خدتش اللون المحمر، خلاص مفيش مشكله. هتطفي وتولعي الشوايه لحد ما تحسي ان اللون فوق بقى احمر واللون تحت بقى احمر، يعني استوت تماما وبقت زي الفل. اول ما بتطلع بتغطيها وبتسيبيها تهدى شويه، وبكده بتكون استوت وبقت زي الفل ان شاء الله. هدخلها الفرن، واول ما تستوي ان شاء الله نطلعها ونقدمها مع بعض. خلاص كده انا طلعت الفطاير بتاعتي من الفرن. بصوا قد ايه جميله، وغير ريحتها فظيعه بجد. هنبدا بقى نطلعها. هي كده بصوا بتطلع بسهوله ازاي، بصوا ما شاء الله. بصوا الطعامه بتاعتها حاجه فظيعه. نبدا بقى كده نطلعوها مع بعضينا. ان شاء الله مستنياكم بقى تعملوا الوصفه دي وتقولوا لي ايه رايكم فيها. بكده خلاص انا خلصت الفيديو بتاعي بتاع النهارده، يا رب يعجبكم. لو عجبكم متنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله.